السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ زي ما انتوا شايفين صحيت بدري، تمام، وديت العيال المدرسة، ولقيت نفسي بقالي كتير قوي ما اشتغلتش على المكنة كانت مطربة. قلت هظبط المكنة وامسحها بقى واشيل التراب اللي عليها. ويا عيني المكنة من بقالها كتير ما حدش اشتغل عليها، فمليانة بقى تراب. فقلت ايه، هظبط الدنيا وامسحها واقفل معاكم كراسي الصالون. تمام، خطوة خطوة بالتفصيل. بس قبل ما نعمل اي حاجة وقبل ما تسمعوا اي حاجة، حطوا لايك، حطوا تعليق، ولو انتم مش مشتركين معايا في القناة اشتركوا. تمام، يلا بينا بقى هنبدأ مع بعض. نقول بسم الله. انا كده ظبطت الدنيا وظبطت كل حاجة، نقول بسم الله ونشتغل مع بعض. طبعا احنا الفيديو اللي قبل ده بالظبط قاصين مع بعض كراسي الصالون. تمام، قصينها وموضحه لكم، بس مش قايله لكم مقاسات. طبعا المقاسات انتوا اللي هتشوفوها. اول حاجه انا بعملها دايما بقفل الايادي، بس انا هقفل ايد واحده وهعمل لكم كل ايد لوحدها علشان تفهموا التقفيل بتاعها. تمام، دي اول ايد معانا بنقفلها. انا قفلتها كده، وطبعا بظبطها، ما بعملهاش حرف التي ولا حاجه. تمام، لان احنا هي خشب. اتفرجوا بس على الفيديو اللي قبل دوت وانتوا هتفهموا. دي طبعا الشلته، احنا قاسين الشلته لوحدها والظهر لوحده. احنا بقى هنقفل الاتنين مع بعض. تمام، تقفيله سهل سهل جدا 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 جدا، مفيش حاجه صعبه واحنا قايلينها قبل كده. هساوي معاكم البورصل. طبعا البورصل ده انا بشيله ليه؟ لان بيعطلنا في شغل الاوفر، فدايما بحب اشيله عشان يطلع شغلنا نضيف. تمام، هنقفل اول حاجة الايد الاولانية. طبعا الايد دي احنا محددين يمين وشمال، فدي مش هتبان قوي في التقفيل. بعد ما صورت يعني لقيتها مش باينة قوي، بس زي ما انتوا شايفين احنا بنقفل مع بعض. انا عملت كل ايد لوحدها ليه؟ علشان نفرق بين الايد اليمين والايد الشمال. تمام، بصوا بعمل فورت. الفورت اللي هو الفورت ده اللي بيحدد لنا ال الايد. ما الايد عندنا في الصالون بيبقى في الدوران اللي عند الظهر بيبقى نصه ظهر الامامي والنص التاني الظهر الخلفي. فبعمل فورت عشان نعرف هنوصل لحد فين. تمام، انا كده قفلت. بقى قفلت مع بعض معاكم الايد الاولانيه. طبعا بجيب النص التاني اللي في الظهر. تمام، وكده انا خلصت. كده خلصان. تمام، وبناخد الدوران. بنيجي بقى دي الايد التانية زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا حردنا وكله تمام. طبعا مش بنقفل ال الطبق الوش على الوش، لا، ده احنا بنسيب حتة، ممكن 30، ممكن 20، ممكن 40، حسب ما احنا عايزين. تمام، طبعا مش بنعمل حرف التي. ركزوا بقى معايا هنا قوي، عشان انا كده هنا هنقفل تقفيل الايد
وهتبقى مظبوطه. طبعا بعمل الفورت اللي قلت لكم عليه، اللي بنحدد هنوصل لحد فين في الخياطه من الظهر الامامي والخياطه الظهر الخلفي. تمام زي ما احنا شايفين كده. طبعا الحته اللي هي ال30 اللي احنا ما خيطناهاش في بعض دي بنسيبها، وبنبدا من اول الخياطه اللي هي المتطبقه. رب تكونوا فاهمين الحته دي. بنمشي زي ما احنا شايفين كده، بنوصل لحد كده. دي الشلتة قبل ما نلف الدوران. احنا بنلف الدوران ده بقى، ده عاملين فورت عشان بنحدد انا بدور على الفورت اهو، عشان بنحدد الظهر لحد فين الظهر الامامي. هنوقف وهنطلع من المكنة. تمام. ونجيب طرف الظهر الخلفي. تمام. ونحطه على بعضه كده زي ما احنا شايفين. طبعا هيتبقى معانا بقية القماش في اللي هو ايه، الظهر اللي من غير، يعني احنا عندنا الظهر عالي، العلو بتاع الظهر بين الايد هو ده اللي هنكمل زي ما احنا شايفين كده. يا رب تكونوا فاهمين. لو مش فاهمين حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، احنا هنعمل فيديو تاني عن الباجير اوضح لكم اكتر. بصوا هنا في دوران في اخر الظهر، انا عملت الدوران ده. طبعا انا قصاه على الكرسي فباين اوي. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، الجناب. بصوا دي جناب اهي، دي شريحة بتبقى 20 سنتي في 30 الارتفاع. احنا طبعا ما خدناش الايد، ما خدناش ال30 سنتي اللي احنا سايبينها، فهناخد 30 سنتي دي مع الشلتة. بصوا شايفين. طبعا الشلتة كانت طالعة شوية، يعني احنا ما بدأناش من اول الشلتة نقفل الايد، لا ده احنا بدأنا من بعد 20 سنتي. فال20 سنتي دي لازم نقفلها. بس زي ما احنا شايفين كده بنقفلها في الشلتة وبنقفلها في الايد. زي ما انتوا شايفين انا قفلتها في الشلتة، ودلوقتي هقفلها في الايد. يا رب تكونوا فاهمين كويس قوي انا بعمل ايه. ولو مش فاهمين اكتبوا لي في الكومنتات احنا مش فاهمين، واعمل لكم فيديو تاني افهمكم اكتر. بصوا اهي زي ما احنا شايفين اهي. انا هقفل التانية. القطعة دي اساسية جدا، لان الشلتة مش، يعني الايد مش جاية من اول الشلتة، لا ده جاية بعد الشلتة ب20 سنتي ولا حاجة. والايد نقفل الايد. عشان كده بنعمل جنب، بيبقى جنبين الجناب بتاعتها لازم نعمل لها الشريحة بتاعتها، الشريحة دي. هنيجي لحاجة مهمة، تقفيل الاستك. انا هعمل لكم طريقة حلوة للناس اللي ما عندهاش قوس. طبعا انا بقفل الاستك على الوش مش على الظهر، زي ما احنا شايفين اهو. هنا على الوش، على وش ال ايا كان بقى اللي في ايدينا، كراسي عند كنبة ايا كان. هنقفل بقى على الوش زي ما احنا شايفين. طبعا انا بشد الاستك، لو لازم تشدي الاستك عشان يديكي المطة الحلوة. تمام. يكون مط ما يبقاش مش ماسك على الكراسي. بصوا كده انا قربت اخلص. تمام.
انا بعمل ايه؟ انا بخيط على العدلة مش على القلبة. يا رب يكونوا فاهمينها. انا كده خلاص خلصت. تمام. خيطت الاستك عادي. ماشي. بعد ما خيطته هقلبه بقى، هيتقلب كده. تمام، زي ما احنا شايفين على القلبة. ما احنا عملناه على العدلة، ونلف الخياطة على القلبة علشان تطلع خياطة نضيفة خالص زي ما انتوا شايفين. بصوا زي ما انتوا شايفين، بنقلب، نخلي الخياطة لجوه ونخيط. يبقى خياطة نضيفة جدا جدا، ما فيهاش اي شراشيب ولا اي حاجة، ومش بنحتاج فيها اوفر كمان. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي، خياطة نضيفة وزي الفل. انا الطريقة دي اخدتها من حد كان بيعملها وعجبتني جدا، بالذات لما بيكون عندك الاوفر مش شغالة، او انتي اصلا ما عندكيش اوفر، فالطريقة دي بتبقى حلوة جدا. اللي كان بيعمل الطريقة دي اكتبوا لنا في الكومنتات ان هو كان شغال فيها. انا كده قربت اخلص. انا ماشية معاكم خطوة خطوة علشان ما فيش حاجة تفلت منكم. تسمعوا الفيديو ان شاء الله، تشتغلوا وتبدأوا شغل على طول. انا كده خلصت. هوريهولكوا بقى الشكل على الكرسي دلوقتي. هوريهولكوا دلوقتي وهتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ايه رأيكم؟ بصوا طلع تحفة ومظبوط الحمد لله. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.